بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء وزوار أكاديمية الجرافيك. أهلا بكم معنا في الدرس الثالث من دروس دورة التصميم بأدوات الفوتوشوب الافتراضية. الدرس ده هنتكلم فيه عن تصميم بروشور أو كارت دعوة، وده مثلا الشكل النهائي للكارت مثلا، أو للتصميم اللي احنا هنعمله. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل اول حاجة كنترول ان او فايل نيو، نفتح عمل جديد ونسميه مثلا جرافيك اكاديمي، والمقاس بتاعنا 5 في 9 سنتي. طبعا المقاس بتاعنا 5 في 9 سنتي، الريزوليوشن 300. اوكي، ونبدأ نشتغل عليه. دبل كليك هنحرر اللاير، بعدين دبل كليك ونروح عند الجريدينت مثلا ونضغط على ريفيرس ونضغط كليكين هنا. اسف، كليكين على اللون. لو دي متعلم عليها اسف نشيلها، اللي هي الريفيرس، ونضغط كليكين هنا ونجيب مثلا اللون 007 FD8. نقول اوكي، نيجي هنا دبل كليك ودي اللون 003D67 وانتر. اوكي اوكي، نظهر عندنا الشكل ده. نعمل نيو لاير او لاير جديد ونختار أداة السلكشن المربع. انا ممكن في طريقتين ممكن نعمل بها الخطوة دي. الاول السلكشن اللي هو ده، وبنرسم مستطيل صغير مثلا كده بالطول كده، ده للتجربة يعني. و بنجيب أداة الجريدينت، اسف البينت، تعبئة، ونختار اللون اللي احنا عايزينه، مثلا وليكن اللون الابيض، ونعبي باللون الابيض المربع بتاعنا كده. دي طريقة مثلا ان احنا نعمل المربع. طبعا كنترول دي علشان نشيل السلكشن، دي طريقة. الطريقة التانية مثلا ان انا بجيب أداة السلكشن بس هو الخط الطولي مثلا، واعمله كده والت واسف، وبعمل زوم ان عشان يكبر معايا شوية المربع، علشان اعرف اديله اللون بالتعبئة كده. نرجع الزوم اوت. ده طريقة ودي طريقة، كنترول دي. طيب الطريقة اللي انا قلتها اللي فاتت دي لازم الاول نعمل فيها كنترول جي علشان يطلع معانا الخط مثلا او اللي احنا عايزينه. دي يعني حاجة حبيت اقولها او احنا بنبدأ الشرح. طيب نرجع نختار أداة المربع، ندي شوية زوم، ونختار نعمل شكل مستطيل صغير يعني مش كبير كده، الحجم ده مثلا. في بقى ممكن استخدم البينت علشان
اعبي المربع ده باللون الابيض اللي انا مختاره، او الت كنترول زد نرجع. في عندي طريقتين، في اللي هي الطريقة اللي انا قلتها، وفي طريقة تانية. اول حاجة اللي فوق ده اسمه المربع اللي فوق ده اسمه فور جراوند كولر، ده اسمه الفور جراوند، واللي تحت اسمه الباك جراوند يعني الخلفية. الفور جراوند لو انا عايز اعبي المستطيل ده مثلا بالفور جراوند، مثلا احنا هنختار الباك جراوند مثلا اللون الاحمر، الابيض ده اللي هو الفور جراوند، والاحمر الباك جراوند. لو عايز انا اعبي المستطيل ده او اخلي لونه بالفور جراوند او اللون الابيض اللي هو ده، عندي ممكن اعمل الت وباك سبيس، الت وباك سبيس. باك سبيس اللي هي بتبقى فوق الانتر، اللي يبقى عليها معمول عليها علامة السهم اللي هو الرجوع يعني، يبقى انتر يبقى اسف الت وباك سبيس. طيب نعمل الت كنترول زد ونرجع. لو انا عايز اعبي المستطيل ده مثلا بالباك جراوند، بعمل كنترول وباك سبيس، اسرع واسهل، مش تاخد وقت يعني، مش تاخد مني حاجة يعني. دي حبيت اقولها برضو معلومة اذا ما كانش حد يعرفها، وحبيت اضيفها يعني. على العموم احنا هنختار اللون الابيض اللي هو الفور جراوند، يبقى قلنا بنعبيه ازاي بالالت والباك سبيس. وبعدين كنترول دي علشان نخفي التحديد، ونروح ناخد اداة التحديد دي، وبعدين نعمل كنترول جي، جي من جوب عشان نضاعف اللير، وناخد نسحبه جنبه كده شوية، وبعدين نقف على الليرين ونعمل دمج، كنترول اي، وبعدين كنترول جي نضاعفه. طيب في حاجة تانية برضه عايز اقول عليها. افرض وانا بحرك المربع ده نزل مني تحت كده، انا ممكن اعمل ايه؟ بدل ما افضل اطلعه كده يدوي واظبط فيه وكده، نزل مني هو كده وانا بحركه مثلا، ممكن اعمل ايه؟ هروح جاي واقف على الليرين دول كده، ورايح عند الخيار ده، واحنا مختارين اداة الموف تول او اداة التحريك، نروح عند الخيار اللي هو اسمه الين توب ايدجز، اسف الينز توب ايدجز، ونضغط، يروح جاي مطلع لنا المربع مساويه بالمربع اسف الخطين بالخطين اللي هما دول. تمام، نبدأ بقى نقف على اللير اللي احنا عايزينه بعد ما تسوي، ونبدأ نحركه بالكيبورد. يعني حضراتكم لو عايزين شرح للحاجات دي مثلا، ممكن تبقوا تقولوا ان شاء الله، وانا ان شاء الله اعمل درسين كده اللي هي تكملة الادوات اللي هي محدش مثلا ممكن يبقى شرحها او محدش يعرفها اوي. فالمهم نعمل كنترول ونحدد الليرين دول، وكنترول ايه وندمجهم، وبعدين كنترول جي ونبدأ نحركه كده، وبرضه نفس النظام كنترول اي كنترول جي نضاعف، ونكرر كده لحد ما نوصل لحد الاخر كده، وبعدين كنترول اي كنترول جي لاخر واحدة احنا هنعملها. تمام، نعمل بقى كنترول تي، اسف الاول ندمج دول كنترول اي، وبعدين نعمل كنترول تي علشان يجيب لنا الشكل كله. نبدأ نظبطه زي ما احنا عايزين، شفت كده مثلا،
طيب انا عندي زيادة لما اعمل كنترول تي، عندي زيادة هنا وانا مش لازماني الزيادة دي. طيب نروح جينا رايحين هنا عند الكروب تول، وعاملين محددين الشكل بتاعنا ده اللي احنا عايزينه بس، وانتر. تعال نعمل بقى كنترول تي تاني، هتلاقيه واقف على الشكل بتاعك بس. طيب بعد كده نروح جايين عاملين كنترول تي، ونعمل كده الشكل بتاعنا، نظبطه بالشكل ده كده تمام. نعمل علامة الصح، نيجي نجيب السلكشن الدائري ونعمل دائرة كده، نضغط طبعا على شيفت، نرسم الدائرة بتاعتنا كده، ونعمل كليك يمين وسلكت انفيرس، وبعدين فيزر، هندي الفيزر 180 عالي شوية عشان الشكل بتاعنا برضه مش قليل، وانتر. هنشوف لو قبلوا يبقى كويس، قبلوا. وبعدين نعمل ديليت 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 بالشكل ده كده، بعدين كنترول دي، ونرسم هنا دايرة، شيفت برضو ونعمل دايرة هنا كده، نحركها كده، وهندي فيزر 250. اوكي، نعمل ديليت 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 ديليت، يبقى عندنا الشكل بتاعنا كده. كنترول دي عشان نلغي السلكشن، وممكن نخفف الاوباسيتي شوية لو احنا عايزين. احنا هنشتغل دلوقتي وهنشوف لو حبينا نخفف او نقلل الاوباسيتي هنقلله مع بعض، مفيش مشكلة. تعالوا نجرب نقلله مثلا ل 84 مثلا او 85، واحنا واقفين على اليارت ممكن نطلعه فوق نشوف هيظهر لنا ايه كده. طيب زي ما احنا هنا، بعدين نضاعف اللير الاولاني، ممكن كنترول جي، وممكن نعمل كده، وممكن كليك يمين ودبليكيت ونحطه فوق اللير بتاع الخطوط اللي احنا عملناها. بعد ما نحطه فوق الخطوط نجيب السلكشن الدائري ونعمل دايرة كده، نظبط الدايرة كده، نظبط الدايرة مثلا كده، ونعمل ديليت، بعمل كنترول دي. طيب انا مثلا عايز الون الشكل اللي عندي تحت بعد ما قصيت الجزء اللي فوق منه، ممكن عن طريق الجريدينت اوفرلي، برضو ممكن عن طريق الكولر اوفر ونغير اللون اللي احنا عايزينه مثلا. طيب انا مش عايز الدار ده، انا عايز استخدم كنترول يو. طيب نضغط كنترول يو اللي هو الهيو ساتوريشن، ونحاول نغير، مش هيتغير معانا. ليه بقى؟ عشان احنا لازم الاول نعمل لير جديد وندمجه مع اللير ده، وبعدين نعمل كنترول يو ونبدأ نغير لحد ما ناخد الشكل اللي احنا عايزين نشتغل عليه، وليكن كده مثلا. اوكي خلاص كده اخترنا الشكل ده. اسف، نعمل دايرة هنا، نقف على اللير هو الاولاني ده، ونعمل دايرة كده، شيفت برضو،
اسف شيفت نظبط الدايرة ونديها مثلا فيزر 250 زي ما هو، وديليت ديليت ديليت. نحاول نقلل الخط شوية، وكنترول دي عشان نعمل السلكشن، نشيل السلكشن. طيب انا عندي الخطوط دي، كنترول دي انا عندي الخطوط دي عايز اعملها برضو هنا، او قبل ما احاول اعملها هنا ممكن ناخد الشكل ده نعمله دوبليكيت. اوكي، كنترول تي، كنترول تي على اللير اللي فوق او اللي تحت مش هتفرق، المهم نعمل كنترول تي وفليب فيرتيكال، ويجي معانا الشكل بالمنظر ده. على فكرة في مشكلة حصلت في الدايرة اللي احنا عملناها، بس مفيش مشكلة، احنا هنكمل على كده ونعمله فليب هوريزونتال، نعكس الشكل ونقول له اوكي. طيب انا عايز مثلا شكل الخطوط ده يبقى عندي تحت وفوق، نقف هنا نعمل دوبليكيت، دي طريقة تانية اهي، وكنترول تي ونعمل فليب فيرتيكال ونسحب. طبعا الاول هنعلي ده فوق الليارات ونسحب كده، نضغط كنترول تي عشان اوريكم بس الشكل ازاي. مثلا نسحب كده ونقول له اوكي، ونضغط كنترول، ده الشكل اللي تحت ده، هنضغط على كنترول ونقف هنا كده عند المربع بتاع اللاير ونضغط كليك شمال هيحدده معانا. نروح نختار مثلا اي اداة سيلكشن ونعمل سيلكت انفيرس، ونطلع نقف على اللاير اللي احنا عاملين له دوبليكيت اللي هو لاير الخط، ونعمل ديليت. هنلاقي معانا بعض الزيادة اتشالت، مفضلش غير الجزء اللي احنا عايزينه هنا بس. طيب الجزء ده انا ممكن ازود الاوباسيتي بتاعته عشان يظهر شوية، خليه 100% كده. لو عايز انا برضو اللاير اخلي اللاير ده برضو فوق هنا، ممكن اعمل كنترول جي واعمل دوبليكيت لللاير واخده من موف تول لفوق. ممكن الاول اعمله كنترول تي وفليب فيرتيكال واخده كده معايا واعمل اوكي، وبعدين زي ما قلنا كنترول وبقف على اللاير اللي فوق المرة دي اللي هو ده، واضغط كليك شمال وبعدين سيلكت انفيرس بأي أداة سيلكت بأي أداة تحديد، واعمل ديليت، يتمسح معايا على طول الزيادة وما يفضلش غير التأثير بس. طيب كده بيعتبر انا خلصت، يعني كده يعتبر انا خلصت الدرس. طيب انا لو عايز اخلي الون اللاير اللي في النص عفوا، عايز اخلي اللاير اللي في النص ده الون. طيب باجي على الباك جراوند اللي هو لاير 0 واعمل لاير جديد وادمجهم مع بعض واعمل كنترول يو واغير اللون بتاعه زي ما انا عايز بالظبط. ممكن نخليه اللون الأغمق شوية كده منه ونقول اوكي مثلا. طيب ممكن اكتب اي حاجة بقى انا عايزها، مثلا دعوة اي حاجة، يعني ده الشكل اللي انا وريتهولكوا مثلا. ناخدهم ونقف هنا
ونظبط بقى ايه الخطوط زي ما احنا عايزين يعني. وبكده يبقى الدرس التاني من دورة تصميم فوتوشوب بالأدوات الافتراضية انتهى، حصري على أكاديمية الجرافيك. وأن أنا أكون وفقت في الشرح. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.